ماذا في السماوات والأرض. فنحن حينما نؤجر عقولنا للآخرين من أجل أنه والله قالوا لنا كذا، قالوا لنا منصير تبع، وهي الحيوانات إنهم كالأنعام بل هم أضل، والسبب أنهم أجروا عقولهم. فصرنا نقرأ عن الآخر. أنا لو ما أروح على القيروان ولو ما أروح على تونس لظننت مما كتب عن تونس أنه ما بقي فيها مسلم. أيام بورقيبة وأيام زين عابدين ما فيها إسلام، خلاص اللي بدخل على الجامعة طالع الكارنيه وهوية وكذا، هكذا قالوا. لما ذهبت إلى تونس وجدت، معلش ولو الكلمة قاسية، حتى اللي بروح على البحر بالمايو لما بيجي الإيمان لا حدا يقرب له إيمانه مؤمن، ما حدا يقرب له إيمانه، لا تتدخل بينه وبين الله. جميل. فاليوم محاكم التفتيش اللي جاءتنا من إسبانيا والآن صارت تنتشر في العالم العربي أنهم يحاربونك أو يثبتون كفرك دون أن يسألوك، فقط أنت في خيالهم خارج من الدين. فكل قومي عندهم خارج الساحة، كل علماني كل مدني. لذلك صعقوا لما قلت لهم أنا مفتي علماني. مفتي علماني؟ شو مفتي؟ مفتي بصير علماني؟ قلت له طيب ليش أنتوا درستوا العلمانية؟ أنتوا درستوا القومية؟ أنتوا درستوا الاشتراكية؟ أشهد الله أنكم ما درستموها. فأنتوا لما بتجيبوا العلمانية والاشتراكية والديمقراطية بتحطوها في وزن مع الدين، لك لا هذا صنع بشري، هذا صنع إلهي. ما بصير تخلطوا بين الصنع الإلهي والصنع البشري. الدين عقيدة، العلمانية والاشتراكية والديمقراطية هذول نظريات، وهذه النظريات أنتم أعلم بأمور دنياكم. هي من أجل الدنيا وليس من أجل لذلك لما قلتها في القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية، ألقيت الكلمة يومها صار نوع من الذهول، لأنه منين جايين هذا؟ كان الشيخ مفتي تونس الشيخ بطيخة حفظه الله، نعم كان هنالك، وكان وزير الشؤون الدينية. نظروا ماذا يتكلم هذا؟ يوم ما استثمروني، أقولها بصدق. ليش؟ لأنه كان أيضا الطرف الثاني ينظر أنه ما بده الصورة الإسلامية تظهر بصورة علمانية، بده العلمانية هي الصورة مضاعفة. وكذلك نحن عشنا 40 سنة أو 35 سنة في صراع قومي إسلامي وكله كاذب. أنه عبد الناصر جاءنا بالقومية العربية فهو ضد الإسلام، والإسلام ضد القومية. يا جماعة القومية عبارة عن صفة الجنس، والإسلام صفة العقيدة، فلا تصادم بين الجنس والعقيدة. ولذلك لما قلت لهم السباعية في إيران فوجئوا، بينما في الدوحة انزعجوا لما قلت لهم أنا مسلم في عقيدتي، عربي في مصحفي، عالمي في إنسانيتي، سني في قدوتي، شيعي في ولائي، سلفي في جذوري، صوفي في حبي ونقائي. الله. فحقيقة نحن الآن في تونس في خطر، وفي مصر في خطر، وفي ليبيا في خطر من ظلامية الفكر الذي سيطر على أبنائنا، ونحن كنا في غفلة عن ذلك. وهذا تقصير من الحاكم والعالم. كان الحاكم يبحث فقط عن بقاء سلطته، والعالم يبحث عن جماعته ومذهبه، فقط جماعته ومذهبه. نبني مساجد وننسى الساجد. كم فرحنا ببناء المساجد ورممناها ونسينا الساجد الذي هو مقدس عند الله. بنبني مسجد من أعظم ما يكون في حارة كلها فقراء، شوف المسجد كالقصر والفقراء حواليه. لك يا أخي روح ابني 100 بيت وخليهم شقة من القش يصلوا فيها وخلصنا. فمسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بني من سعف النخل خرج عظماء العالم. ومساجدنا التي وضعت فيها الرخام والثريا سوت لي صعاليك، ما سويت عظماء. أنا بدي أحكي الحق يعني، ولو كانت كلمة مؤلمة. فرحنا إنه والله أنا هالجامع له 4 مآذن. منين أخذنا هاي ال4 مآذن؟ لما دخلنا على آيا صوفيا
آيا صوفيا كنيسة لها 4 أبراج. فاجوا العثمانيين انه بده يساوي شيء يبهر اوروبا. يا اخي ساوي شيء وهو تعريب الامه وليس تتريك الامه العربيه. فصار بدل ما يتعربوا هن صاروا يفرضوا التركيه علينا. اذا تعال اشوف، اذا بدك تفرض علي القوميه بدي ابدا قوميه القران. انا بدي افرض عليك، انا عربي وفي مصحفي، فمسلم ما بيحكي بالعربي انا اشك في اسلامي. شو بيقرا القران؟ فعيب 16 مليون يهودي متوزعون في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء العالم متوزعين، ما في واحد منهم اللي بيحكي العبرية، ولا تقرأ التوراة إلا بالعبرية. فكيف بروح على 220 مليون أندونيسي و200 مليون باكستاني بشوف 170 منهم ما بيعرفوا عربي؟ طيب كيف مسلم؟ كيف مسلم؟ لذلك اليوم دوركم كقوميين عرب تصححوا أولا فكرة الحرب بين الإسلام وبين القومية. 2 كما تريدون إقامة دولة علمانية أو مدنية، أن الدولة العلمانية والمدنية ليست ضد الدين، بل بالعكس. أنا بالنسبة لي أرى أنه إذا صارت العلمانية في العالم العربي الإسلام ينتشر في أوروبا. لولا علمانية أوروبا ما بنينا ولا مسجد في أوروبا. الآن في فرنسا 3000 مسجد. الآن فرنسا تخرج من العلمانية. يوم تدخلت فرنسا في الحجاب، تدخلت فرنسا في منع الحجاب أو خرجت عن العلمانية. فرنسا ما لك علاقة تدخل في الحجاب، أنت علاقتك ترشد الناس وتعلمهم الأخلاق والقيم. بعد دعهم يختاروا لباسهم، دعهم يختاروا. أما تيجي تقول ممنوع الحجاب ما يشغلتك أبدا. ليش؟ لأنه أنت كدولة مهمتك تعطي حرية الاعتقاد. فأخوتنا في مصر امبارح عم بقرأ أنه حرية الاعتقاد معناها برتد المسلم. يرتد عمره إن شاء الله ما يرتد، لأن يبقى عندي منافق بخرب بيتي، لا يقول كافر مع السلامات ما بديها شو هالمشكلة. أما يبقى منافق يبرك الصبح عندي والمساء مع اليهود. أما إمتى بمنعه؟ لما بيحول ردته إلى دعوة عندي في أرضي، بيجي بيحول الردة إلى دعاية، بده يخلي الناس يرتدوهم. بقى وقف أن تبشر بالردة أمنعك من ذلك. وليش سمينا مرتد؟ انتبهوا، لأنه تقدم ثم عاد إلى الخلف. هي بيقولوا لي بعض الإخوة المسيحيين، بيقول لي شوف سماحة المفتي إذا بتحكي هيك نحن رح نترك المسيحية ونجي للإسلام. بل أصحى، بس تركت مسيحيتك بتكون كافر. أنا من 1400 سنة ما تركت مسيحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرس حب المسيح في قلبي وقال لي ما بتآمن بالقرآن إذا ما آمنت في الإنجيل والتوراة. بتآمن بالإنجيل والتوراة وبطهارة مريم ونبوة عيسى ونبوة موسى ونبوة إبراهيم آمنت فيني. والدليل قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. نحن الأمة الوحيدة اللي بنحسن نستوعب الآخر، بس الآخر ما بحسن يستوعبنا. فاجوا اخوتنا الله يرضى عليهم مذهب ما بقوا يحسنوا يستوعبوه. انت مالك منهم؟ حتى القبور ما بقوا يحسنوا يتحملوها، راحوا على القبور صاروا يزفوها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام وهو قادر أن يكسرها. ترك قومه يكسرونها بعد أن آمنوا. فصنم تكسره أنت يبقى في القلوب، وصنم تحرر القلوب من عبادته ولو بقي موجود ما حدا بيعبده. حرر القلوب والأفكار أول كلمة. فاليوم لما بجي بقول والله كل الإسلاميين اللي حوصلوا في بلادهم راحوا على أوروبا. الغنوشي وين عاش؟ في أوروبا. أوروبا ما هي علمانية؟ كيف تركته بحريته؟ فنحن بنقول له الآن خلي تونس علمانية ويجوا ياخذوا هيك هالحرية هي مثل ما تركوك حر. فالعلمانية ما منعتك من دينك. قال سأقيم دين الله. قل له أي دين يقوم بالسيف يخرج بالعصا. فيوم اللي غزينا الأندلس وليس فتحنا الأندلس طلعنا منها، ويوم فتحنا تونس ما طلعنا منها. الفتح شيء والغزو شيء آخر، ففرقوا بين الغزو والفتح. الفتح أن يستقبلك شعب المنطقة لتحرره من الذل،
والغزو أن تقهر أناسا في أرضهم على دينهم. فنحن لسنا غزاة، العرب فاتحون، فما عرف التاريخ أرحم من العرب فتحا وليس غزوة. حتى إخوتنا من البرابرة لما دخلنا إلى الصحراء قاوموا مقاومة عنيفة حتى تعلم العرب لغتهم وحدثوهم بلغتهم بدون سيف، فحملوهم بعد الفتح ودخلوا إلى مالي وإلى الداخل. هدول البرابرة اللي قاتلوا في الأول لأنه وجدوا ناس جايين ياخذوهم فحاربوهم. ليش؟ لأنه ما تعلمنا لغتهم قبل. فنحن أندلسيا فتحناها وما غزوناها، فهي أكبر دولة إسلامية في العالم اليوم، ولا سيف ما